السلام عليكم. على السريع وصفتنا اليوم بنت الصحن، ومن ما يعجبها بنت الصحن كلنا نجنن عليها. الوصفة جدا سهلة بس تحتاج صبر وتحتاج ايش تحتاج؟ تحتاج بيض. عندي لا 4 حبات من البيض. بنضيفهم في الطاوة حق العجن وبنخلي واحد من صفار البيض على جنب. تمام. علشان ايش؟ عشان ندهن فيه آم، بنت الصحن بالأخير. وبعدين نضيف ملعقتين من الزيت وملعقة من السكر وملعقتين من الحليب وشوية ملح، يعني مقدار نص ملعقة صغيرة ونص ملعقة صغيرة خميرة. ونحرك نحرك نحرك نحرك. وبعدين نضيف كوب واحد من الماء، ما يكونش ساخن قوي وما يكونش بارد قوي، يعني يكون وسط. ونحرك نحرك نحرك نحرك. ونضيف 4 أكواب ونص من الدقيق الأبيض. وآخر كوب نخليه يعني نضيفه بالتدريج علشان نشوف إذا نحتاجه ولا لا، لأنه على حسب نوعية الدقيق وعلى حسب حجم البيض اللي بتستخدمه. فإضافة الكوب الأخير بالتدريج. تمام، يعني أنا استغرقني الآن 4 أكواب ونص من الدقيق الأبيض. وأقول لكم سر على بنت الصحن، إنه بنت الصحن تحتاج عجان، فنجلس نعجنها لمدة 15 دقيقة، 10 دقايق، من دون ما نزيد نضيف أي كمية ماء. شوفوا قوام العجينة كيف بيكون. أول حاجة يكون ما يلصق باليد، بس يلصق في الصحن. وثاني شي تكون العجينة مطاطية وراخية شوية، ما تكونش يعني راخية قوي وما تكونش حازقة قوي، يعني تكون بالوسط. المهم شوفوا هذا قوام العجينة المطلوب. لفيتها على جنب عشان أرش بس شوية زيت، وبعدين لفيتها على الجنب الثاني ورشيت شوية زيت. وبعدين الآن نكفتها أو نكعتها، مدري ما تقولوا، بس هذه المصطلحات اللي عندي. نعمل هذه الطريقة. تمام. وبعدين نغطيها ونخليها ترتاح لمدة 5 دقايق، ونرجع نكفتها مرة ثانية ونخليها لمدة 5 دقايق ترتاح، ونكفتها مرة ثانية، يعني هكذا لمدة 3 مرات أو 4 مرات. علشان مثل ما قلت لكم إن سر نجاح العجينة الكفات الخيرات والعجان الخيرات. وآخر شي بنكفتها وبعدين بنغطيها ونخليها لمدة ساعة هانك ترتاح. وبعد مرور ساعة بنحتاج إلى صحن مرشوش بالدقيق، وبعدين نكور العجين إلى كور صغيرة، يعني 20 حبة 25 حبة، على حسب حجم الصحن اللي بتستخدمه. تمام. ونكورها مثل ما قلت لكم بهذه الطريقة ونطرحهم في الصحن. شوفوا بس كيف العجينة بتنتط معي. هذه العجينة الذي هي صح 100%. المهم أنا عندي هنا 20 حبة من الكور، نلعب بهن بس أطقش. المهم غطيتهن وخليتهن كمان يرتاحين ساعة. وعندي هنا ما بين الطبقة والطبقة عندي 4 ملاعق من السمن و3 ملاعق من الزيت، وخلطتهم مع بعض. السمن عندي هنا سمن البن، تقدروا تستخدموا أي سمن اللي تشتوا. وندهن الصحن اللي بنعمل فيها السبايا بالسمن وكمان بالدقيق، علشان أول طبقتين أو 3 طبقات ما يرجعوش لداخل الصحن. ونجهز الكاونر أو طاولة العمل، نرشها شوية بالسمن. ونبدأ بأول كور اللي كورناها. أنا خرجتها هنا 3 على جنب وبدأت فيهن. وهذا أول قطعة عندي. نفردها أول حاجة هكذا في طاولة العمل. وبعدين نعمل هذه الحركة، مدري ما يقولوا لها، بس إذا تقدروا تعملوها اعملوها، إذا ما تقدروش عادي. أنا صراحة مش أنا مضبطة لها قوي، بس يعني بنقلد. وبعدين بنمدها في الصحن، أول طبقة وثاني طبقة. ما بنخرش العجين من خارج الصحن، بنخليه لا داخل الصحن. تمام. ولأن إحنا قد عملنا دقيق فما بيخرش، يعني ما بترجعش لوسط الصحن. ووقت ما بتمدوا العجين، أول حاجة إنكم تمدوها بهدوء علشان ما تتخزقش معاكم. وإذا تخزقت عادي مش مشكلة، يعني مشي شحبتكم بس عادي، يعني أنا حتى معي بتتخزق والكل. بس إنه أكثرهن ما بيتخزقنش، في بعض أحجام الكور بتكون صغيرة وبعدين لما نجي نمدها ما بتتخزقش. فأحسن شيء إنكم يعني تعملوا الكور شوية كبر إذا كنتم مبتدئين، علشان إذا مطيتوها ما تمططش زيادة وبعدين تختزق واستسلمتوا. المهم نكمل البقية بنفس الطريقة. طيب أنا الآن باوريكم طريقة المد اللي أنا أستخدمها صراحةً وأعتمدها. أول حاجة بامدها في الطاولة، يعني أخليها ممدودة سوا، بعدين أبدأ أمطها هكذا بس شوية شوية. تمام، يعني ما أفردهاش من يد ليد علشان إنه شوية صعبة الحركة، بس إن أنا أعملها هكذا تكون أحسن صراحةً. فهذه الطريقة جدًا حلوة للمبتدئين. وبعدين تلفوا أو تمدوها
تمدّوا باقي القطع، يعني أول قطعتين بس لداخل الصحن، من ثالث قطعة بيكون لها خارج الصحن. ليش؟ علشان وقت إن إحنا ما ندخلها الفرن ما ترجعش كلها لداخل الصحن، عرفتوا؟ وبين كل طبقة وطبقة بترشوا سمن، إلا آخر طبقة ما نرش فيها أي حاجة علشان بندهنها بالبيض. وقبل ما ندهنها بالبيض أول حاجة بنبعدها وللزوائد الذي إحنا مديناهن لخارج الصحن بنبعدهن، بس مش كلهن، يعني حاجة بسيطة منهن. عندي هنا صفار بيضة وبنضيف عليها ملعقة صغيرة من الخل، وملعقة صغيرة أو نص ملعقة صغيرة من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان، وبنحركن مع بعض، وبعدين ندهن فيها بنت الصحن بهذه الطريقة. وآخر شي بنرش بنت الصحن بالقحطة اللي هي حبة البركة أو الحبة السوداء، أو بنرشها بالسمسم اللي هو الجلجلان. وخلاص ندخلها الفرن على درجة 400 فahrenheit أو على درجة 200 مئوية. وشوفوا شكلها كيف بالفرن وطعمها يجنن وشكلها يهبل. شوفوا كيف من هنا مستوية، يا سلام سلم، أمانة إنه على عسل، طعمها يجنن. يعني إيش أقول لكم، الواحد ما ينشبع منها. فجربوا هذه الطريقة واعتمدوها، وقولوا لي رأيكم في خانة التعليقات، وشوفوا لي بس كيف الطبقات. يلا أشوفكم فيديو جديد، ومع السلامة.